السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أوقف فريق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصارات جاره وغريمه اللدود ريال مدريد بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف أحرزه ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يسجل توني كروز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الخامسة والثلاثون. وفي الشوط الثاني سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة والأربعون. ورفع أتلتيكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس. وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الخامسة عشر في المركز الثالث بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف. وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم، مقابل خسارة في مباراة وتعادل في مثلها. في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لريال مدريد. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.